هو ايه سر التشابه بين اخناتون وبين حارس المقبرة بتاعته؟ وليه كل الناس شافت فعلا انه الحارس ده شبه اخناتون بالظبط، لدرجة ان في بعض التعليقات قالت اخناتون طلع يحرس مقبرته بنفسه. والاغرب من الشبه كان الكلام الغريب جدا اللي قاله حارس المقبرة دي عن اخناتون وعن سر التواصل بينهم، وكلام الاغرب كان عن تناسخ الارواح. فيا ترى الراجل ده كان فعلا ليه علاقة باخناتون، ولا اخناتون هو اللي طلع علشان يحرس مقبرته بنفسه؟ اخناتون اكبر من ان حد يحق يتكلم فيه، لان انا هو انت اخناتون. القصة بدأت بشكل غريب لما في مهندس مصري اسمه كريم بدر. الراجل ده مهندس ومحب جدا للآثار المصرية، وبيحب ان هو يزور المعابد والآثار المصرية علشان يستمتع بيها ويصورها. وهنا نقف تحت كلمة يصورها ونشد تحتها كذا خط، لأنه من ضمن التصوير اللي كان بيصوره المهندس قرر ان هو يصور حارس المقبرة الحاج كامل مراد جلال. والراجل ده بيحرس المقبرة من زمان جدا، وفي اليوم ده تحديدا المهندس كريم استأذن عم كامل ان هو يصوره صورة، وعم كامل بمنتهى الذوق ما اعترضش ابدا، بالعكس ده كان رد ذوق جدا وقال له اتفضل. وفعلا المهندس كريم زي ما هو متعود يلقط الصور في كل حتة تخص الآثار المصرية، قرر ان هو يصور عم كامل. وهنا كانت نقطة التحول. لما صور الصورة في الأول المهندس كريم ما حسش بأي اختلاف فيها، وكانت صورة عادية بالنسبة له زي كل الصور اللي بياخدها. بس لما روح البيت قرر ان هو يشوف الصور دي، وهو بيقلب في الصور لقى الصورة اللي صورها لعم كامل، بس ركز كويس فيها بعد ما كان شاف صورة الملك اخناتون، ولاحظ انه في شبه كبير جدا يكاد يكون انه نفس الشخص موجود في الصورتين، صورة اخناتون وصورة حارس المقبرة عم كامل. فقرر ان هو ينزلها على السوشيال ميديا ويكتب عليها حارس المقبرة طلع يحرسها بنفسه. وفعلا الصورة دي الناس كلها فاكراها، واكيد انت فاكرها، لان الصورة في الوقت ده انتشرت جدا على انه ازاي حارس المقبرة شبه اخناتون بالمنظر ده. والناس ساعتها اتكلمت وقالت هو فعلا اخناتون طلع علشان يحرس مقبرته بنفسه، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ومن هنا بعد رحلة تل العمارنة اللي عملها المهندس ده وصور فيها الحاج كامل كل حاجة اتغيرت. من اللحظة دي عم كامل بقى حديث السوشيال ميديا، بقى ترند، لأنه بقى حارس المقبرة اللي شبه صاحب المقبرة. وكل السوشيال ميديا والصحفيين بدأوا يتكلموا معاه ويعملوا معاه لقاءات. وفعلا في اللقاءات دي كان في كلام كتير، بس الكلام كان أغرب من الشبه نفسه. لأن لو أنت استغربت من الشبه اللي بين عم كامل وبين اخناتون هتستغرب مليون مرة من الكلام اللي اتقال من عم كامل نفسه. لما حارس المقبرة عم كامل اتسأل عن علاقته بمقبرة اخناتون وعلاقته باخناتون نفسه، كان رده غريب جدا. ساعتها قال ان هو بيحرس المقبرة دي من شهر مارس سنة 96، ومن ساعتها وهو حارس للمقبرة دي طول الفترة اللي فاتت دي. بس حياة عم كامل كانت مختلفة شوية، لأنه من صغره كان بيحب الآثار جدا، بس تحديدا بيحب اخناتون جدا جدا. ومن كتر حبه فيه كان عايش في مدينة أتون على كلامه، ومحبش ان هو يعيش في شقق زي بتاعتنا بتاعت اليومين دول، ولا بيحب الرفاهية في السكن اللي موجودة اليومين دول، لكن قرر ان هو يبني بيت من الطوب اللبن زي ايام القدماء المصريين. وفعلا بنى البيت ده وعاش فيه طول عمره، وفضل عايش في المدينة دي وحارس المقبرة من ساعة ما مسك الحراسة بتاعتها. بدأت الناس تسأل عم كامل علاقته ايه باخناتون، فرد بطريقة غريبة وكلام كان أشبه بأنه بيقول شعر في اخناتون، وبيتكلم بمنتهى الحب عنه وعن قد ايه هو بيحبه وبيحس كأنهم واحد، وان هو مش شخص منفصل عنه، بل بالعكس انه الاتنين شخص واحد. وطبعا من ضمن حبه لاخناتون كان بيحب الاله اتون اللي هو اله اخناتون، وكان طريقة كلامه عنه بتدل على ان في علاقة غريبة بينهم، وانه مش اي حد هيعرف يفسر العلاقة دي. ولما واحد سأله سؤال غريب وقال له هو في تواصل بينك وبين اخناتون مباشرة، ساعتها رد عم كامل كان اغرب من الخيال، وخلى الناس كلها تبدأ تركز كويس قوي مع كلامه، وده اللي لفت نظرهم اكتر من الشبه نفسه. عم كامل رد ببساطة وقال له دي اسرار روحانية ما ينفعش نتكلم فيها. وبمعنى اصح حارس المقبرة هرب من السؤال بصنعة لطافة، بس في نفس الوقت ساب وراها كمية غموض رهيبة. كل اللي سمع الفيديو ده بدأ يركز ويقول هو ليه عم كامل رد الرد ده؟ هل فعلا في تواصل بينه وبين صاحب المقبرة؟ وهل هو مؤمن بتناسخ الأرواح اللي بيحصل بين شخص والتاني؟ لأنه كمان لما اتسأل عن الشبه رد غريب وقال إنه محدش يعرف يقلد اخناتون، لأنه ده مش مجرد تقليد، دي شخصية ونبع من جواك، وبيحس إن هو واخناتون كأنهم واحد
وكأنه جواه. وطبعا مشهور عن عم كامل انه بيحب الآثار جدا وبيخاف عليها زي عينيه، يمكن بيخاف عليها اكتر من بيته وممتلكاته. ولا تيجي تقول لي طب ما ده الطبيعي، ما اي انسان مصري بيخاف على اثار بلده، لكن هاجي اقول لك انه طريقه خوف عم كامل على اثاره كأن هو اللي ناحتها بايديه وعامل كل الحاجات دي. وعشان كده لما اتسأل هو ينفع حد يقلد او يبقى شبه ملك من ملوك القدماء المصريين، قال لهم ده مش مجرد تمثيل ولا تقليد لشخصيه، لازم يبقى فيه تواصل روحاني بينك وبين الشخصيه دي. طبعا بدايه من الشبه لطريقه كلام حارس المقبره عم كامل عن اخناتون وعن التواصل اللي بينهم، خلت الناس تقتنع اكتر انه ممكن يكون اخناتون بنفسه هو اللي جوه الراجل ده وهو اللي طالع يحرس مقبرته بنفسه. وناس كتير بدأت تتكلم في نفس الموضوع، انه في حاجات غريبة بتحصل من ايام القدماء المصريين، واولهم الايمان بالحياة الاخرى اللي كان القدماء المصريين مؤمنين بيه، وخصوصا لما ربطوا الكلام ده باخناتون اللي كان فيه كلام كتير حواليه وحوالين عيلته بارتباط العيلة دي بالسحر والماورائيات. طبعا الربط ده حصل بعد اللي حصل في مقبرة توت عنخ آمون ابن اخناتون، المقبرة اللي كان عليها جدل كبير جدا. ومن ضمن الجدل ده التحذيرات اللي كانت مكتوبة في جملة وبتقول انه في تحذيرات كبيرة لأي حد هيحاول يزعج الملك اللي هو توت عنخ آمون. التحذيرات دي كانت بتقول اللي هيحاول يزعج الملك هيفارق الحياة. ورغم كل التحذيرات دي محدش اهتم بيها، وفعلا الناس بدأت تستكشف المقبرة وتدخل فيها. واول واحد الممول اللي كان بيستكشف المقبره دي من ضمن الفريق الاستكشافي كان هوارد كارتر، الشخص اللي بعد دخوله المقبره بفتره اصيب بمرض غريب جدا ونادر، ومحدش عارف ايه تفاصيل المرض ده لحد ما فارق حياته بنفس المرض. وبعدها في اكتر من 22 شخص من اللي دخلوا المقبره في التوقيت ده كلهم فرقوا الحياه في ظروف غامضه. وطبعا الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده كلام كتب كتير قوي وكلام تاريخي موثق، لان العالم كله عارف قد ايه الحضاره المصريه كانت بتتكلم على لعنه الفراعنه، وان المصريين نفسهم مؤمنين بيها. ومش بس المصريين اللي مؤمنين بيها، لكن العالم كله عارف وكتب عن الموضوع ده. وطبعا شخصيه عم كامل مش الاولى ولا الاخيره اللي بتتكلم عن تناسخ الارواح من القدماء المصريين للاجيال بتاعه دلوقتي، ده في اكتر من حاله بتتكلم بنفس الطريقه، واولهم حاله سيتي اللي اتكلمنا عنها في فيديو كامل قبل كده، وممكن اسيب لك اللينك بتاعه لو عايز. سيتي او دورسي هي بنت صغيره كانت عايشه مع اهلها في منتهى الامان، وفجاه البنت دي وهي في بيتها مع اهلها وقعت من على السلم واتخبطت. جري بيها اهلها على المستشفى وحاولوا ان هم يعملوا لها الاسعافات، لكن للاسف الدكاتره بلغوهم ان دورسي فرقت الحياه، وكانوا اهلها بيجهزوا لمراسم الدفن في الوقت ده. لكن اتفاجئوا في نفس الليله بعد ما الدكاتره بلغتهم ان دورسي خلاص فرقت الحياه، ان الحياه رجعت لها تاني وبقت كويسه وفاقت. بس لما فاقت بدات تكلمهم في كلام غريب هم ما كانوش فاهمينه، وفي وسط كلامها كانت بتدخل شويه لغات هم ما كانوش فاهمين ايه هي اللغه دي، لحد ما فعلا دورسي فاقت ورجعت معاهم البيت. بس كانت دايما بتقول لهم ان ده مش بيتي وانا عايزه ارجع لبيتي. اهلها في الاول ما كانوش فاهمين، بس بدات تكلمهم كتير عن الحضاره المصريه وعن المعابد اللي موجوده والتفاصيل اللي جواها، وقد ايه هي مشتاقه انها تروح لبيتها اللي هو المعابد المصريه القديمه. وفي مره من المرات قرر اهلها ان هم يودوها لرحله، كانت من ضمن الرحله متحف، والمتحف ده كان جواه جزء للاثار المصريه. وفعلا دورسي اول ما شافت الاثار دي جريت عليها وبدات تنزل تبوس رجلين كل تمثال من التماثيل اللي موجوده جوه المتحف ده، وتقول لهم هم دول اهلي وهو ده بيتي. اهلها بداوا يستغربوا وبداوا يركزوا معاها اكتر، ولقوها تعرف كميه تفاصيل رهيبه وغريبه عن القدماء المصريين والاثار المصريه، لدرجه انها كانت تعرف حاجات في اللغه المصريه القديمه وبتعرف تقرا وتكتب هيروغليفي من غير ما حد اصلا يعلمها اي حاجه عن الموضوع ده. فضلت دورسي مؤمنه انها مصريه وانها عايزه ترجع مصر لحد ما كبرت واتجوزت، وفعلا اقنعت جوزها انها ترجع مصر. واول ما نزلت لارض مصر باست التراب وعاشت جوه مصر فتره طويله. وكل المؤرخين وكل الناس المسؤولين عن الاثار عارفين كويس قوي ان سيتي ساعدتهم كتير جدا في اكتشاف سراديب وحاجات كان مستحيل ان حد يكتشفها غير بصعوبه جدا، لكن سيتي او دورسي قالت لهم على كل التفاصيل دي، وكانت بتقول لهم اماكن السراديب دي وازاي يدخلوا وازاي يقدروا ان هم يستكشفوا كل المقابر والمعابد اللي موجوده. وفعلا ساعدت في اكتشاف مقابر ومعابد موجوده كتير جدا كان من الصعب الوصول ليها من غير مساعده دورسي او سيتي، لحد ما في يوم من الايام صرحت جوزها بان كان بيجي لها حد وبيشرح لها تفاصيل حياتها القديمه، وان هي فعلا كانت كاهنه في عصر القدماء المصريين. القصه دي كامله هسيبها لك في فيديو كامل كنت عامله قبل كده موجود في الكومنتات. ثالث حاله من ضمن الحالات هي الطفل محمود الجمل، اللي اهله ما كانوش مهتمين بكلامه الغريب اللي كان بيتكلم فيه في ان هو ليه علاقه بالقدماء المصريين وقد ايه هو عارف تفاصيل عنهم، بس بدأوا يهتموا بعد ما لقوه فعلا عارف شوية تفاصيل ما كانش حد قال له عليها من ناحية اللغة أو الآثار أو المعلومات عن المعابد وطريقة تقديم القرابين. وبدأوا يركزوا جدا معاه من ساعة ما قال لهم إن هو كان كاهن في معبد الكرنك، وكان ليه علاقة مباشرة بملك من ملوك القدماء المصريين. عارف أنت لما حد يحكي لك على شوية تفاصيل
تبقى متخيل من كلامه الاحداث اللي بتحصل وفعلا تصدق ان الشخص ده كان موجود في المكان ده. يعني بيكون الوصف دقيق لدرجه انه فعلا بيكون وصف حقيقي، انت بتتخيل المشهد معاه وبتصدقه بحذافيره. وغيرهم كان في حاله تاني من الاقصر، وهو طفل اسمه محمد. الطفل ده كان مولود من صغره عنده معلومات غريبه، كل شويه عمال يقول لاهله شويه معلومات عن الاثار والقدماء المصريين. بس هتيجي تقول لي طبيعه اهل الاقصر عندهم المعلومات دي كلها عشان كميه الاثار اللي موجوده هناك. هاجي واقول لك ان الطفل ده كان عنده كميه معلومات عن الطقوس وعن اسامي الالهه وعن طريقه بناء المعابد اللي من ضمن الاسرار اللي محدش يعرفها لحد دلوقتي. وقال لهم ان هو كان كاهن في معبد امون، وبداوا اهله يركزوا مع كلامه ده. تناسخ الارواح كلام كتير جدا بيتقال من زمان، وبالذات على القدماء المصريين. القدماء المصريين اللي بنوا الهرم لحد اللحظه دي محدش يعرف عنه حاجه. ومن ضمن المعلومات اللي معروفه عن الهرم ان وزن الحجر الخارجي بتاعه حوالي 15 طن، وبيوصل وزن بعض الاحجار اللي موجوده ناحيه غرفه الملك ل 70 طن. طبعا الهرم لحد اللحظه دي محدش لقى اي حاجه بتثبت ان هو اصلا مقبره. ده غير المعلومات اللي معروفه عن الهرم انك لو سبت اي آلة حاده فيه زي موس مثلا هيبقى حاد جدا، ولو سبت اي حاجه معدن فيه لفترات طويله جدا المعدن ده حتى لو حديد مش هيصدي ولا هيأثر فيه اي عوامل جويه. ولو جبت قطعه لحمه وحطيتها جوه الهرم، قطعه اللحمه دي هيمتص منها السوائل بعد فتره، بس تخيل ان قطعه اللحمه دي مش هتعفن. ده غير الشكل الهندسي اللي موجود للهرم ومكان بناء بالظبط، والحسابات الفلكيه اللي كل شويه بتصدمنا من ناحيه ان احنا بنلاقي معلومات لسه بنعرفها النهارده كان الهرم مبني بزوايا وارتفاعات معينه، هي بالظبط نفس الحسابات الفلكيه اللي دلوقتي بنكتشفها اليومين دول، زي مثلا المسافه بين الارض والشمس هي نفس طول الهرم بالظبط. ده غير معلومات كتير جدا عن الهرم، كان في فيديو كامل عنها برضه هسيبه لك في الكومنتات عشان تعرف معلومات اكتر عن تاريخ بلدنا. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان ناس كتير محتاجه تعرف معلومات اكتر عن الحضاره المصريه، وازاي الناس دي ممكن نتوقع منهم حاجات كتير لحد اللحظه دي احنا ما نعرفهاش. ومستني رايك المره دي، تقول لي هل انت شايف انه فعلا في شبه بين حارس المقبره عم كامل واخناتون نفسه، ولا يا ترى رايك برضو انه اخناتون نفسه طلع يحرس المقبره؟